روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: دعا نبي الله نوح عليه السلام لولده وولد ولده مصر ابن بيصر ابن حام، وبه سميت مصر. قال نوح عليه السلام: اللهم بارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد ونهرها أفضل أنهار الدنيا. السلام عليك يا سيدي يا حسين، السلام عليك يا ابن الخيرين، السلام عليك يا سبط سيد الدهرين، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رشيد يا طيب يا زكي يا وفي، السلام عليك أيها السيد المبارك يا حسين. مولاتي مصر. قلبي فين؟ أنا قلبي فين؟ قلبي عاشق للحسين، كل نبضة طلعة بتسلم عليه، والعيون متكحلة وجد وحنين. يا حبيبي يا حسين، السلام والمحبة يا مبارك يا أمين، راس مال أهل مصر الطيبين، يا ليالي معطرة مسك وريحان، والعبير بيفوح ويعلى كل ما يعدي الزمان على الحسين ابن النبي الشهيد الحي والحصن الأمان. قلبي عاشق يا حبيبي، والعيون طالعين هناك للهلال على المدنتين. يا حبيبي يا حسين. مولاتي مصر. يا أهل العراق، أنا مسلم ابن عقيل يناديكم، فهل تبايعون الحسين بن علي؟ اخشوا هذه البيعة ولو بكرروس. لك الله يا حسين، لك الله يا حسين. تقتلني يا ابن زياد، اقتلوا هذا الشقي. قتل مسلم، قتل مسلم ابن عقيل، قتل رسول الإمام الحسين بن علي، قتل مسلم. يقول الحسين: هذا والله وقت الجهاد، إن الحق يناديني، وأنا أعلم الناس أن منيتي بهذه الأرض التي قتل فيها مسلم، وأنا كما قال جدي صلى الله عليه وسلم أنني سأموت بهذه الأرض، ولكننا قوم لا نعرف الفرار من الحق، ونعرف كيف نذهب إليه شهداء فرحين. فيما ذهابك إلى هذه الأرض يا حسين؟ يقول الحسين: والله يا ابن عباس أنت أعلم الناس بخروجي، وما أنت عن الجهاد ببعيد، كن قريبا، كن قريبا يا ابن عباس، فقد قال عنك جدي: إنك حبر هذه الأمة، وإنك ترجمان القرآن. سيقتلونك يا حسين، أنت آخر من تبقى لنا. يقول الحسين: لا بأس، الموت فناء، في ذات المحبوب حياة. والله لولا يعيبني الناس لمنعتك الخروج. أتذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ يا سيدي، وطلعت بدرا ساطعا في الظلمة. يا سيدي،
وقهرت حد السيف بالكلمة. ويخرج الحسين إلى العراق دفاعا عن الحق ودفاعا عن شرف الله، ولم يكن معه جيش، بل لم يكن معه إلا القليل من أقاربه وأصحابه. وكان ممن خرج معه في هذا اليوم أخته السيدة زينب الطاهرة عقيلة بني هاشم. وهناك في أرض العراق كانت الفئة الباغية تخطط لحسم اللقاء قبل أن يبدأ، فتوجه جيش يزيد لمقابلة الحسين وصحبه. وكان على رأس الجيش 3 من شرار الخلق: عبيد الله بن زياد، وحسين بن تميم، وشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين قاتله الله. الخوف ملأ أهل الرافدين، زلزال كيانهم بالعمى أصاب العينين. أفديك بروحي يا حبيبي يا حسين، أفديك بروحي يا حبيبي يا حسين. كان يوما ليس كالأيام أبدا في الزمان. السماء تجهمت وبكى الأذان: لله ضرك يا حسين. وسمعنا واستمع الصحاب صوتا يزمجر في السماء، تبكي له أحجار أرضك كربلاء، تبكي الملائك للحدث، وتئن بالأحزان كل الأنبياء، والحسين مجندل في التيه يفترش العراء. أفديك بروحي يا حسين. وفي ذلك اليوم الأسود تمكن شمر بن ذي الجوشن من قتل الحسين، وفصل الرأس الشريف عن الجسد الذي قال فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: الحسين ريحانتي في الدنيا، لكن الله ما كان ليترك ثأره، فالحسين هو ثأر الله. ويهيم في الصحراء قاتل الحسين كالمجنون. أنا من كلاب النار أعوي فاسمعوا هذا العواء. ليت أمي لم تلدني، ليتني يوما ما جئت كربلاء. وقد أجمع المؤرخون أن الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي هو الذي حمل الرأس الشريف على صدره من عسقلان وسعى به ماشيا حتى دخل مصر، وذلك عام 548 من الهجرة عند باب الديلم، حيث الضريح المعروف بين خان الخليلي والأزهر الشريف. وحللت أهلا بمصر وشرفتها يا سيدي الحسين. مولاتي مصر. بلسان الحال قد قال الحسين: أنا ذا الخير ابن الخيرين، من له جد كجد المصطفى، أحمد المختار نور الظلمتين، من له أم كأم فاطمة، بضعة المختار أم الحسين، من له أخ شقيق كالحسن، طيب الأخلاق مبسوط اليدين، من له أخت كأختي زينب، بضعة الزهراء بشرى كل عين. يا حبيباني ومدنى ومشربية، يا إيزيس يا صبرا يا حكاية بهية، شلالات النيل ضفاير وانا عاشق دمي فاير، يا عروسة ومهجرة روحي الأبية، يا نجمة منورة ليل الزمن، ابتسامتك لولي وعيونك سكن مصر يا